عند جامع عند جامع واضح. هي تقدموا لي الجامع تلقونا عنده. هي صح. واش عبد الاله؟ مجاب عبد الاله. ايوه. واحنا في السياره الاولى. السلام عليكم. هيا عبد واحد شويه نقلب. انا قلت ما عرفتش الحمد لله بالسلامة. عجيب دور عرفت هات نصورك هات صور راح نصطاد الو كيف تخلي الجماعة كيف حال الإخوة اللي خليتهم؟ أروح حنايا للضوء كيف حال الإخوة شحال من نزل في المرسى كثير يا عسكريين ولا مدنيين؟ مغشح تجيني عبد القادر البرش شحال قضيت في السن؟ 20 سنة لا 21 لم تستوعب أي تخفيف أو خرجت في صحة جيدة الحمد لله هذو إخوانك يعني تقريبا كلهم زايرينك اليوم وجايينك كلهم مساجين كما أنت
والحمد لله. هذا عبد إله حساني من ولاية البيض. قضى 20 سنة في السجن. هؤلاء الأشخاص وهم عدد كبير، ما زال أغلبيتهم عسكريين، ما زالوا لحد الساعة في السجون العسكرية والمدنية، تنطبق عليهم قوانين المصالحة الوطنية، ولا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في مواد القانون. ورغم ذلك كثير منهم ما زالوا منسيين في السجون لحد الساعة. الأخ عبد الإله هو الشخص الذي حكم عليه ب20 سنة قضاها يوما في السجن منذ سنة 1992. وهذا ليكون يعني من أي ولاية الأخ؟ الأخ من ولاية البيض، والإخوة كثير يعني من عدة ولايات عبر الوطن. كان من المقرر يعني عددهم يفوق 140 شخص من مختلف الولايات. هؤلاء الأشخاص نددنا عدة مرات وراسلنا جميع السلطات المركزية من أجل إطلاق سراحهم أو على الأقل تنفيذ قانون السلم والمصالحة الوطنية عليهم، ولكن رغم ذلك يعني هناك تماطل ونسيان لوضعية هؤلاء. ونكرر الطلب لجميع الخيرين في هذه الأمة وفي هذه الدولة وجميع الغيورين على هذا المجتمع أن يطالبوا السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا قابعين في السجون إلى يومنا هذا. ونرحب بأخينا عبد الإله، وربي سبحانه وتعالى يجازيه على هذا الصبر وعلى هذه المعاناة التي عاشوها وما زالوا يعيشونها في السجون. ونسأل الله تعالى أن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاتحين. سبحان الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هي مصطفى الطريق. هو داير بيجي يطلع فوق. هي مصطفى الطريق. ايوه.